بقالك قد إيه ما قعدتش مع نفسك، مش مع الموبايل ولا مع التلفزيون، مع نفسك أنت وبس. من كام يوم كنت في السينما بتفرج على فيلم مايكل جاكسون الجديد، وكنت مستنياه من فترة طويلة. الأنوار طفت والفيلم لسه بيبدأ، وفجأة حسيت بحاجة غريبة. حسيت إن أنا كده عايزة أمسك الموبايل، مش علشان في مسج ولا علشان حد بيدور عليا، بس لمجرد إني ما بقتش قادرة أقعد ساكتة ساعتين على بعضهم. الفكرة دي لوحدها خضتني وضايقتني الاتنين في نفس الوقت، لاني كنت رايحه اعمل حاجه انا متحمسه لها اصلا. في اللحظه دي سالت نفسي سؤال بسيط: هو انا بقيت بخاف من الملل، ولا بقيت بخاف من الهدوء؟ ولا اول رد فعل عندي لاي لحظه هدوء اني ادور على اي حاجه تشغلني؟ واذا كده يبقى انا فعلا بهرب من ايه؟ لان اللي اكتشفته بعد كده كان اكبر من مجرد موبايل. اول 10 دقايق في الفيلم كانوا غريبين جدا. اول ما استوعبت ان الفيلم داخل في ساعتين حسيت بشعور غريب قوي، حاجه مش مريحه، قلق مفاجئ، زهق، كأن في حاجة بتشدني أقوم من مكاني، أو مغناطيس بيشدني أطلع بره. إيدي بدأت تدور على الموبايل بشكل تلقائي، مع إن المفروض إنه مقفول أصلا والسينما ضلمة. في اللحظة دي أنا اتخضيت من نفسي فعليا، وسألت نفسي: هو أنا جرالي إيه؟ هو إحنا بقينا مش قادرين نقعد مع نفسنا للدرجة دي؟ بس وبعد شوية ابتديت أهدى، وابتديت أندمج في الفيلم فعلا، ونسيت الموبايل خالص. والأول مرة من فترة طويلة حسيت إن دماغي حاضرة فعلاً in the present moment، لا بتجري ولا بتقارن ولا بتحاول تلحق أي حاجة، مجرد حاضرة. وساعتها اكتشفت قد إيه الإحساس ده بقى نادر. حسيت إن اللي حصل ده مش بيحصل معانا بس في السينما، ده حتى بيحصل لما بنستنى حد دقيقتين، أو نقعد لوحدنا شوية، أو يبقى عندنا وقت فاضي فجأة. كأن أول رد فعل عندنا إننا ندور على أي حاجة تملي اللحظة وخلاص. المشكلة مش إن القعدة في الهدوء صعبة، المشكلة إننا أول ما بنهدى شوية بنبدأ نسمع أفكارنا. ويمكن دي بقى حاجة إحنا ما بقاش عندنا ليها طولة بال زي زمان. كنت دايما أسمع كلام إن الشاشات أثرت على تركيزنا، وأقول يا الموضوع ده أكيد مبالغ فيه، الناس بتبالغ. لكن اللي اكتشفته إننا كلنا متأثرين بدرجات مختلفة. وأنا بقرأ في الموضوع ده لقيت دراسة لفتت نظري جدا. الدراسة اتعملت في جامعة نوتنغهام ترنت في بريطانيا وجامعة كايومينغ في كوريا الجنوبية، ولقوا إن الناس بتبص على موبايلها أكتر من 100 مرة في اليوم. أنتوا متخيلين الرقم ده؟ 100 مرة في اليوم، ومش كل مرة علشان في سبب أو إشعار أو مسج. أي دقيقة فراغ تبص تلاقي إيدك رايحة للموبايل بدون تفكير أصلا. لكن الصدمة هنا مش في الموبايل نفسه، الحكاية أكبر من شاشة. إحنا بقينا نهرب من أي حاجة إيقاعها هادي، وبقينا نتعامل مع أي لحظة هدوء كأنها لحظة ناقصة حاجة. بقينا نربط الهدوء بالكسل أو التأخر، وبقينا نعامل الراحة كأنها جايزة، مش حاجة محتاجينها علشان نكمل أصلا. كأنك لو قعدت ساكت شوية تبقى مش بتنجز. بقينا بنحس بالذنب لو ارتحنا، ونستغرب إحنا ليه تعبانين طول الوقت، مع إن اللحظات الهادية دي هي اللي بنستعيد فيها نفسنا. فكروا كده في يومنا العادي، نصحى من النوم فنشغل فيديو، ناخد شاور والصوت شغال جنبنا، ننزل ونركب العربية ونشغل موسيقى على طول أو بودكاست، ولو استنينا دقيقتين في أي مكان نطلع الموبايل فورا ونقفله ونرجع نفتحه تاني بعدها بدقيقتين. بقينا نشتكي إننا مش مركزين وإحنا ماسكين في إيدينا الحاجة اللي بتشتتنا، مش علشان في حاجة جديدة حصلت، بس علشان ما بقاش عندنا صبر نقعد ولو حتى دقيقة واحدة من غير ما نبص على حاجة أو نعمل حاجة. بقينا من النادر إننا نقعد مع نفسنا من غير مؤثر خارجي، وكأن الصمت نفسه بقى مزعج. يمكن علشان أول ما الدوشة بتسكت بنبتدي نفكر في الحاجات اللي كنا مأجلين نفكر فيها. وده خلاني أقف عند دراسة مهمة اتعملت في جامعة فيرجينيا في أمريكا، اتعاونوا فيها مع باحثين من هارفارد. الدراسة طلبت من المشاركين يقعدوا لوحدهم من غير موبايل ولا أي حاجة تسبب لهم تشتيت لمدة كذا دقيقة كده. المفاجأة بقى إيه؟ إن في منهم فضلوا إنهم يتعرضوا لجرعات كهرباء على إنهم يقعدوا ساكتين مع أفكارهم. تخيلوا؟ مع إنهم كانوا قالوا قبلها إنهم مستعدين يدفعوا فلوس عشان ما يتعرضوش للصدمات دي. ولما قريت الدراسة دي سألت نفسي: هو إحنا فعلاً عندنا مشكلة مع الموبايل، ولا عندنا مشكلة مع اللحظة اللي بنقعد فيها مع نفسنا؟ لو بقينا بنهرب من اللحظة اللي بنقعد فيها مع نفسنا، فهنعمل إيه مع كل الحاجات اللي محتاجة صبر ونفس طويل؟ لأن المشكلة لو في الموبايل بس كان حلها يكون أسهل بكتير. لكن يمكن اللي حصل إننا أخدنا نفس الإيقاع السريع ده ودخلناه على حاجات تانية كتيرة في حياتنا. إدمان السرعة خرج من الشاشة ودخل في حاجات كتيرة قوي في حياتنا. في علم النفس في فكرة مهمة،
إن العقل بيتعود على مستوى التحفيز اللي بيتعرض له باستمرار، ولما بيتعود على إثارة سريعة ومتكررة الحاجات الطبيعية تبدأ تبان أبطأ من حقيقتها، مش لأنها مملة بس عشان سقف الإثارة عندنا عالي. يمكن عشان كده في مننا بقى يستغرب إن كتاب محتاج وقت عشان نخلص، أو إن مهارة أو هواية جديدة محتاجة شهور عشان نتعلمها، أو إن مشروع محتاج سنين علشان ينجح. بقينا متعودين على المكافأة الفورية، وده خلى خوفنا من الهدوء يغير شكل حياتنا كلها. بقينا نلاقي صعوبة إننا نركز في مهمة واحدة لحد ما نخلصها، ونتهرب من أي حاجة محتاجة صبر أو استمرار، بالذات لو الحاجة دي محتاجة مننا نفس طويل، لأن دماغنا اتعودت على السرعة. فبقت الحاجات البطيئة تقيلة والحاجات العميقة مرهقة. شوفوا العلاقات مثلا، في بدايتها بيبقى فيها حماس وانبهار، بس بعد فترة الريتم بيهدى. احنا مش بس بقينا مدمنين سرعة، احنا بقينا مدمنين الإحساس الجديد. وهنا ناس كتير بتفتكر إن العلاقة بقت مملة أو بردت، مع إن غالباً اللي حصل مش ملل، اللي حصل إننا بقينا نخلط ما بين الملل والهدوء، لدرجة إن أول ما حاجة تهدى شوية نفتكر إن في مشكلة، مع إن يمكن لأول مرة مفيش مشكلة أصلاً. أول ما الحاجة تبطل تديك جرعة إثارة تبتدي تشك فيها، وبقينا نقيس قيمة الحاجة على قد ما بتحمسنا مش على قد ما بتنفعنا. وتبتدي تسأل نفسك، هو أنا زهقت فعلاً ولا اتعودت إن كل حاجة لازم يبقى فيها إثارة طول الوقت؟ وده خلاني أحس إن المشكلة أكبر من مجرد تشتيت. إحنا بقينا بنفقد بالتدريج قدرتنا على إننا نقعد في إيقاع هادي، ونبتدي نبرر لنفسنا ونقول أول ما أخلص الحاجات دي هرتاح، أول ما الأسبوع ده يعدي، أول ما أخلص المشوار ده، أول ما أعدي الفترة دي. الغريب إن الراحة عمرها ما بتيجي بالطريقة دي. إحنا أول ما بنقرب من لحظة الهدوء بنخاف ونقوم خالقين أي حاجة نعملها في نفس اللحظة اللي بنكون بنقفل فيها الحاجة القديمة. وساعات بسأل نفسي، هو الجري ده كله عشان نرتاح فعلا، ولا إحنا بنجري عشان خايفين من اللي هيحصل لما نقف؟ خايفين من اللحظة اللي ما يبقاش فيها حاجة نعملها ولا حاجة نلحقها ولا حاجة تشغلنا. بقينا بنخاف من اللحظة اللي ما فيهاش مسجات ولا دوشة ولا أي انشغال وخلاص، لأننا اتعلمنا بشكل أو التاني إن قيمتنا مرتبطة بإنجازاتنا، وبقى الهدوء يحسسنا إننا عطلانين، مع إن الهدوء مش استسلام. الهدوء هو الحاجة اللي بتحمينا من الانفجار. طب والتمن الحقيقي لكل ده إيه؟ بقينا محتاجين نقف عشان نعرف إحنا حاسين بإيه أصلاً. لما بتلغي الهدوء من حياتك أنت بتلغي المساحة اللي بتفهم فيها نفسك، وبتفقد القدرة على إنك تحس إنك تعبان أصلاً، وبتفقد القدرة على ملاحظة إشارات التعب قبل ما تتراكم وتوصل لمرحلة الانفجار. فنلاقي ده ظاهر في إيه؟ خناقة ملهاش لازمة، أو قلق بدون داعي، أو تعب مش مفهوم سببه إيه أصلاً. وفي الآخر بنكتشف إن الحاجة اللي كنا فاكرين إنها مسليانا طلعت بتستنزفنا. بعد اللي حصل معايا في السينما قررت أعمل تغييرات صغيرة في حياتي. بقيت أتمشى من غير موبايل أحياناً، وأنا عملت كده فعلاً النهاردة. طلعت أتمشى مع الكلاب من غير موبايل نص ساعة تقريباً، لأني اكتشفت بعد ما صورت الفيديو ده المرة اللي قبل دي إني صورته غلط، وحسيت إن أنا متضايقة. لما طلعت اتمشيت من غير الموبايل رجعت لقيت نفسي قمة في الهدوء، وكنت جاهزة إن أنا أرجع أصوره تاني. وحاجة تانية بعملها، أول ما بصحى الصبح بعمل قرار إن أنا مش هلمس التليفون لمدة 10 دقايق ربع ساعة، كل واحد وقدرته. ولما أحتاج أركز ببعده عني خالص، بحطه على do not disturb أو airplane mode. مش بقترح الحاجات دي عشان الحل إننا نهرب من التكنولوجيا، لكن عشان محتاجين نراجع لنفسنا القدرة إننا نقعد مع الحاجة من غير ما نهرب منها. لأن يمكن المشكلة مش إننا بقينا متشتتين، يمكن المشكلة إننا بقينا نخلط ما بين الملل والهدوء، لدرجة إننا نسينا شكلنا وإحنا هاديين. بقينا نحس إن أي لحظة فاضية لازم تتملي وفوراً، مع إن يمكن أكتر حاجة محتاجينها هي المساحة دي. مساحة علشان أفكارنا تترتب ومشاعرنا تهدى ونعرف إحنا رايحين فين أصلاً. مش هكذب عليكم، في البداية كان الموضوع صعب، لكن مع الوقت اكتشفت إن الدنيا مش لازم تكون دوشة طول الوقت، وإن الهدوء مش عدو. وكل ما كنت بهدى شوية كنت بحس إن أنا أقرب لنفسي وأقرب للحياة نفسها. ويمكن المشكلة عمرها ما كانت في الهدوء أصلاً، يمكن المشكلة إننا نسينا إزاي نقعد مع نفسنا من غير ما نهرب. إحنا مش بنهرب من الملل، إحنا بنهرب من اللي بنسمعه لما الدنيا بتهدى. فساعتها بتبقى أسهل حاجة إننا نهرب بدل ما نواجهها. الحكاية وما فيها إنك محتاج ترجع تدوق طعم الهدوء، لحظة صافية ليك أنت وبس،
عشان نحمي اللي فاضل من سلامنا النفسي ونرجع نحس بالدنيا صح. يمكن مش كل لحظة فاضية محتاجة تتملي، يمكن بعضها بس محتاج يتعاش. اسمح لنفسك تبطأ، واسمح لنفسك تسمع صوتك، وافتكر دايما إن قوتنا في خطوتنا